اللهم بارك. احلى سندوتش هتعمليه في البيت والله بجد. بصي كده سندوتش يا جماعه، ده فراخ وبطاطس وجبنه موتزاريلا. طبعا الخلطه ايه بتاعه ايه الفراخ. تمام كده. هتحطي بقى جبنه، لو عندك خيار حطي، بيبقى حلو جدا مع الفلفل مع كله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. احلى سندوتش هتعمليه، اخف سندوتش هتعمليه في البيت. بصي كده طلع بقى كميه حلوه. تمام كده. طبعا ده ايه يا جماعه طعميه، بس انا ايه ما بحطش، المفروض احط نشا والكلام ده كله، انا ما حطيت. عملت مايونيز بالزبادي بس، طعمه رهيب مع توم بودره او توم عادي. تمام كده. بصي مش طبعا ما حطيتش ملح، لان هو طبعا الزبادي مع المايونيز كويس، طعمه كويس، بيبقى حلو قوي 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 قوي. بصي بقى كده اللهم بارك. بصي طبعا ده يا جماعه كيلو من العيش على نص صدور او كيلو الا ربع. ده كيلو الا ربع صدور، هتجيبي النص، هتجيبي كيلو الا ربع، هتجيبي كيلو على حسب انت عايزه. عايزه تعملي اي حشوه اعمليه، كبده، سجق، ستريبس، اي حاجه تقدري عايزه تعمليها حشوه هتبقى حلوه جدا جدا جدا. كده بصي اللهم بارك يعني. هتطلع لك كميه حلوه وتعمليه من فوق البوتاجاز، نقطتين زيت في الطاسه، وهتقلبيه يمين وشمال وتوقفيه على الجنب والكلام ده عشان ياخد معاكي الوش ايه كويس. ما بياخدش اكتر من دقيقتين او دقيقه كمان على ايه، على النار من فوق. اللهم بارك يعني. طريقته سهله وبسيطه وتقدري تعمليه يعني. بصوا تقدري تعمليه، مش هياخد حاجه. انت عايزه تعملي اكله سهله وبسيطه هتعملي ايه في السريع، والجو كده كده حر، مش ايه مش هياخد معاكي وقت. مش هياخد معاكي وقت خالص خالص خالص. قبل ما تحطي هنا وتحطي هنا وتقلي البطاطس وتحضري الفراخ والكلام ده كله، كله ياخد في ثواني. وتقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها. بصي كده اللهم بارك.